عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اهلا بكم مرة تانية في حلقة من حلقات الخلاصة. اخر حاجة هنتكلم فيها في الجزء بتاع ازاي نستفيد من انخفاض او انهيار العملة. الحلقة اللي فاتت احنا قلنا ازاي نستفيد. المرة دي هنركز على اخر حل من الحلين اللي انا قلت عليهم، اللي هو بتاع ازاي نحافظ على قيمة الفلوس اللي معانا. نوع من انواع الحفاظ على قيمه الاموال بتاعت اللي هي الخاصه بالعملات اللي هي في الدول اللي فيها انهيار او مشاكل اقتصاديه، او بمعنى ادق او صح وصريح اللي هي العمله اللي هي بتنهار في الفتره الحالي، بالاخص زي مصر. يعني ده اكتر حاجه احنا يمكن شويه عايشينها الفتره دي، ان انت تبدا تحول زي ما احنا قلنا فلوسك لحاجه تانية غير الجنيه المصري او العمله ايا كانت هي العمله. من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وركزنا عليها لان هي فعلا ده حاجه حقيقيه هي العقار. طيب هل تشتري عقار في الدوله بتاعتك ولا تشتري في دوله تانية؟ احنا قلنا الحلقه اللي فاتت لو هتشتري عقار في دولتك اشتريه قسط، ما تشتروش كاش، لان انت اشتريته كاش مش هتكسب كتير. لكن لو اشتريته قسط على قد ما تقدر قسط وطول مده القسط، فده هيخلي ان قيمه القسط بعد شويه تقل، بالذات لو انت الدخل بتاعك بعمله اجنبيه. طيب لو انت الدخل بتاعك بقى مش بعمله اجنبيه وانت اصلا عايش في جوه البلد دي، هو الفلوس اللي معاك هي بتدخل لك هي ثابته، وانت عندك سيوله او فلوس كاش او شهادات استثمار او اي حاجه. مبدئيا موضوع شهادات الاستثمار ده موضوع بقى نقدر نقول بقى مش صح خلاص، يعني بعيدا عن الحكم الشرعي اللي فيه اللي احنا يعني اغلب الناس مش مختلف عليه. لكن نبعد عن الجزئيه ديت، وان كان هي حاجه اساسيه في حياتنا ولازم ناخد بيها دايما، بس خلينا نقول ان هو كمان حتى من الناحيه الاقتصاديه ما بقاش مجدي، لان هو لازال بالعمله المصريه. فبالتالي انت النهارده شهاده الاستثمار بتاعتك مهما كان العائد بتاعها هو ثابت. يعني مثلا لو قال لك حتى لو وصل ل 30% عائد استثماري، لو قلنا عائد قصدي على الشهادات على الوديعه مثلا، لازال هو مش هيغطي الفرق في العمله اللي بيحصل الفتره دي، وهيحصل. وانا الحلقه الجايه هكلمكم على ازاي هيحصل وايه المتوقع لسعر الدولار، لان هو ده مش السعر النهائي ولا البدائي اساسا حتى على فكره. يعني في كلام مهم جدا ممكن تسمعوه الحلقه الجايه ان شاء الله. نرجع للنقطه بتاعه العقارات تاني. طيب انت لو الدخل بتاعك بالجنيه المصري او العمله المحليه ومش بالعمله الاجنبيه، تعمل ايه؟ حطه في عقار، وبالذات لما يكون مبلغ كبير. احنا قلنا مبلغ صغير خليه ذهب، مع مبلغ كبير يبقى عقار. طيب هل احط الكاش ده كله في عقار جوه الدوله بتاعتي؟ لا، ما ينفعش، ده مش هيبقى صح. ليه؟ لان هيبقى فيه ركود اصلا، فمش هتعرف تسيل الفلوس بتاعتك بسهوله، ولا هتقدر تاجر بسهوله، ولو اجرت برضه هتاجر بالعمله المحليه، فبالتالي الدخل بتاعك بالعمله المحليه. طب ايه الحل واحسن حاجه بقى؟ خليني اقول اللي هو بتاع الحلقه دي، اقوله لكم باختصار شديد جدا. اشتري عقار بره الدوله بتاعتك. عندنا دول بالترتيب اللي اقول لك عليها: الامارات بوجه عام، دبي وابو ظبي وممكن الشارقه، دول كدوله واحده. بعد كده عندك تركيا وعندك جورجيا، تمام. وفي دوله كمان ممكن بقول لك عليها بالتفصيل بعدين ان شاء الله، بس هم دول اهم 3 دول ممكن تشتغل فيهم. ليه؟ عشان هم دول فيهم سياحه، وفيهم حركه كتيره وتيرن اوفر للناس فيها كتيره، فبالتالي تقدر تاجر، تقدر تشتري الوحده بتاعتك العقاريه بالسعر بالفلوس المصري مثلا. فكده انت ثبت قيمه الفلوس، كانك حولت الفلوس درهم بالظبط، لان هي الوحدات دي بتتباع بالدرهم. فانت النهارده لما تحول الفلوس بتاعتك في شكل ان انت تشتري عقار في دوله من الدول دول، يبقى انت ثبتت الفلوس بتاعتك بالعمله الاجنبيه. دي اول نقطه. تاني نقطه، هتبدا كده تفتح باب دخل عمله اجنبيه لك. فبالتالي الايجارات مثلا، لو قلنا في دبي الايجارات بتبدا مثلا في السنه ب 60,000 درهم فما فوق، و100 على حسب بقى انت شاري ايه. تخيل مثلا نقول 100,000 درهم الايجار بتاعك السنوي، لان الايجارات هنا بالسنه على 4 شيكات مثلا على سبيل المثال. تخيل كده انت بقيت مثبت ان انت بيدخل لك كل سنه 100,000 درهم. لما تيجي تحول بقى مصري هتحول بارقام كبيره، كل مره القيمه بتاعه الايجار بالنسبه لك بالمصري بتزيد، عمال تتضاعف. كل ما القيمه بتاعه العمله المحليه اللي هي مثلا الجنيه المصري يقل، كل ما انت قيمه الايجار اللي بيجي لك زادت من غير ما هي تزيد في البلد نفسها. طب هل هي ما بتزيدش في البلد؟ لا، بتزيد في البلد. يعني انا كل سنه بتزيد، خلينا نقول 10% مثلا، متوسط 10% زي مصر برضو. فالنهارده لو 100، السنه اللي جايه وراها 110. طب هل الايجار بالسنه بس؟ لا، في ايجار بالشهر، وفي ايجار هوليدي هومز، حاجات كده ممكن هنحكي فيها الفتره الجايه عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. لكن باختصار حول فلوسك، حاول تطلع الفلوس بتاعتك في شكل عقار في دولة تانية العملة بتاعتها مستقرة. ويعني طبعا 100% انا انصح بدبي.
ثم ابو ظبي ثم الشارقه، قبل تركيا قبل جورجيا وقبل اي دوله ثانيه. 100% ده نصيحه. وفي كل الاحوال لو انت عايز استشاره في الموضوع ده او اي استفسار او اي حاجه ممكن تكلمني عادي على الخاص او اللينك اللي انا حاطه في البايو عندي. فده مهم جدا. فرص الاستثماريه في دبي العقاريه بالاخص موجوده، وانا اقدر احكي لك عنها واقدر اديك فيها استشاره، ما عنديش اي مشكله خالص، مجانا ما فيش اي مشكله. بس اعمل كده النهارده لو معاك مبلغ يتخطى فكره ان انت يبقى معاك ذهب، يعني مبلغ كبير، ابدا ادخل في الاستثمارات في دبي سواء بالقسط. في حاجات هنا بالقسط 7 سنين و8 سنين على فكره، وفي حاجات بالكاش، وفي حاجات تدفع 30% بس من السعر و70% عند الاستلام وما تدفعش حاجه في النص. في انظمه هنا كتير في دبي كويسه جدا مناسبه لكل الاوضاع الاقتصاديه. باختصار نلخص الفيديو ونقول الخلاصه ان الحل الاولاني احنا قلناه ان انت تشتري في مصر بالقسط عشان قيمه القسط تتناقص لو انت الدخل بتاعك اجنبي، دولار درهم ريال اي حاجه، وعايش بره مثلا، انا حتى عايش جوه بتشتغل اونلاين مثلا. طيب لو انت مش هتشتري جوه مصر او الدخل بتاعك مش اجنبي، او حتى اجنبي بس انت عايز تستثمر بره مصر، اشتري عقار بره مصر، دبي ملي دبي، وخلي الايجار العقار بتاعك يجيب ايجار. الايجار ده انت كده كده هتحوله للمصري بقى، سواء تستثمر جوه في مصر براحتك انت حر، لكن كده لازال انت حافظت ثبت قيمه الفلوس في العقار اللي سعره كده كده بيزيد في دبي، سعره بيزيد. وعلى فكره في حلقه هكلمكم فيها عن مشكله الايجارات في دبي، مفيش حاجه تتاجر، يعني ناس عايزه تتاجر ومش لاقي اماكن تاجرها اساسا، فبالتالي انت الوحده بتاعتك هتتاجر مش تستنى، يعني ما عندكش اشكال خالص في الايجار، وتتاجر بارقام كويسه جدا. وفي طرق كتيره ان الايجار يبقى تكلفته او الدخل بتاعه يبقى اكبر، هبقى نحكي فيها برضه. الحلقات الجايه هيبقى فيها تفاصيل كتيره ان شاء الله. تابعوا معايا، ولو الفيديو عجبكم اعملوا بقى شير بقى وفولو، عشان الفيديو الجاي هيبقى كويس جدا جدا ان شاء الله. بتكلم برضه على الاستثمار، وهنبدا بقى ندخل شويه على الاستثمار في دبي، وشويه مقارنات كده ما بين مصر ودبي وما بين العراق ودبي، ويعني هنبدا نتكلم عن كل الوطن العربي وكل الاستثمارات اللي فيه، وايه المميزات اللي احنا ممكن ناخدها من الاستثمار ده. وان شاء الله هيبقى فيه حاجات كويسه جدا مفيده. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.